عالقمر فوق في العلالي، فوق في العلالي. قالت له شايفة يا قمر أفرح وبالي، أفرح وبالي. النجمة مالت عالقمر فوق في العلالي، فوق في العلالي. قالت له شايفة يا قمر أفرح وبالي، أفرح وبالي. قال القمر بينا نسهر على المينا، قال القمر بينا نسهر على المينا، ده النور على شط القناة سهران يلالي، ده النور على شط القناة سهران يلالي. اسمحوا لي أرحب بضيفنا وضيف حضراتكم على الهواء مباشرة. أرحب بالكاتب الصحفي والزميل العزيز الأستاذ عبد العزيز البرولوسي، الصحفي بجريدة الوفد. أستاذ عبد العزيز، أهلا بيك. اهلا، زيد بيك، كل سنه ومبروك. مبروك لمصر كلها. مبروك علينا كلنا والله طبعا. مبروك للمصريين كلهم. تأكيد طبعا. أستاذ عبد العزيز، يعني رؤيتك لافتتاح قناة السويس الجديدة، وماذا تعني هذه القناة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. كم أن الناس طواقة للفرح. بالفعل احنا معانا رجل صدق مع هذا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في سنة واحدة بيعبر بمصر جسر ستفيد مصر وتفيد العالم زي ما أسنيت سيادتك يا زايد بيه. بالفعل الناس مشتاقة لكلمة تهنئة. هناك من يعكر صفو الأمة ويتعمد، يعني زي ما اقول كده، التغليط على الناس، ولن يتسنى في ترك مناسبة بتفوت إلا ويسقط على المصريين ويمنحهم فرحتهم. ولكن هذا المشروع ذو البعد القومي يجمع كل المصريين بطائفه، أجمع كل المصريين على تلك الفرحة العامرة. اسمح لي قبل ما نخوض في تفاصيل المشروع هقول حاجتين اتنين بس عن مشروع قناة السويس. يمكن الكلام ده انا اسف ليك يا زايد بيه ولاخونا احمد الزيني، لكن الكلام ملوش علاقه بالموضوع، بس لازم نقوله. مشروع قناه السويس والاخوان المسلمين ادعوا كذبا ان في الاول لما بداوا قناه السويس في الحفر قالوا ما قال مالك في الخمر، شككوا في هذا المشروع وسلبياته وكذا وكذا. ولما نجح المشروع وكعادتهم الكذب، حبوا يلتفوا على المشروع وينسبوه كذبا للاخوان او لمرسي، وقالوا ان هذا مشروع الاخوان. ازاي؟ المشروع بتاع المهندس حسب الله القفراوي طرحه في اواخر السبعينات على السيد الرئيس محمد انور السادات، ولم يرى النور. وكانت فكرته تحديدا يا زايد بيه بنفس الكلمه دي كده حضرتك، صحيح. عايز هونج كونج في الشرق الاوسط. ما كانش الهدف ان هي التفريعه بس كده زي ما بيقولوا، عايز مشروع لوجستي يتعمل على قناه السويس ويتعمل مدينه مرفأ عالمي زي هونج كونج. طرحوا في التسعينات على السيد الرئيس محمد حسني مبارك الرئيس السابق او المخلوع، وبرضه لم يرى النور. تبنى الفكر، ولما جه المهندس حاتم اللي هو وزير النقل بتاع الاخوان المسلمين قال ده مشروع الاخوان، قام له صحفي محترم زي سيادتك كده زايد بيه قال له هو المشروع ده بتاع الاخوان ولا بتاع حسب الله القفراوي؟ قال له هو بتاع حسب الله القفراوي، ولكن احنا بنعيد تجديده. ولم يرى النور ايضا على يوم. اللي تبنى الفكره ولا علمي ومنهج سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما طرحه على الجهات الاستخباراتيه في الدوله والجهات الامنيه، ولاقى قبولا امنيا في المقام الاول، لان قال لك ان هو بيمس امن مصر وبيمس النواحي الاستراتيجيه واللوجستيه لمصر. فثبت البعد الاستراتيجي للمشروع ان هو بالفعل سيعم بالخير على المصريين. التقديرات الاوليه بتقول ان هو هيوفر على الاقل 1,000,000 فرصه عمل. الناس فاهمه برضو غلط ان الرسوم هتزيد. لا، الرسوم ثابته. لكن زي ما حضرتك قلت احنا وفرنا 8 ساعات. اللي هيحصل ايه بقى؟ ان احنا قلنا لما سياده الفريق مهاب ميمش رئيس القناه قال لك انا متوقع 100 مليار المشروعات اللوجستيه اللي هتتم حوالين حضرتك في منطقه هتبقى في النص ديت
وجهة نظري تبقى اخطر اللي موجود في دبي، وده طبعا حضرتك معروف ان هو من الموانئ العربيه العالميه دلوقتي. احنا الثاني انت بتخش له في مضيق هرمز على طريق مسدود يعني لكن انت على وان واي، على طريق مفتوح وبيفصل وبيربط بين قارتين اتنين او 3 قارات كمان، ده انت بين اوروبا وافريقيا واسيا. فانت لازم تفعل بشكل لوجستي وتستفاد من المكان دوت. هو ده اللي قاله مهاب ممش، وهو ده اللي كان تصور اخونا المهندس حسب الله الكفراوي في الاول لما قال انا عايز هونج كونج في الشرق الاوسط. وانا شايف ان ده قاب قوسين او ادنى ان هو بيتحقق، بل بالعكس هو اتحقق فعلا. لكن هي التكلفه خلينا بعد ما حضرتك تتكلم هنقول شويه ارقام على المشروع. التكلفه المبدئيه كانت 4 مليار، التفريعه بطول 72 كيلو متر، القناه الرئيسيه كان بطول 193 كيلو متر. واتفضل حضرتك. استاذ عبد العزيز، يعني انا سعيد طبعا بكلام حضرتك، كلام واقعي، كلام راجل فاهم محب للبلد، بيظهر الحقيقه بشكلها الحقيقي دون تزييف او تهويل او يعني خسف قيمه هذا العمل. لان اللي بيخسف قيمه هذا العمل هو حاقد وجاحد، وامثلتهم كتيره، وضربت امثله بالاخوان وعلى راسهم كان وجدي غنيم اخيرا قال اللي قاله، قال كلام يعني بصراحه نعف اللسان عن يعف اللسان، يعف لسان اي انسان، اي انسان يعف لسانه انه يذكره، وهو حقير لا يستحق ان يرد عليه تاكيد، لانه هو راجل طشت فعلا، اثبت ان هو طشت فعلا. المهم هندخل بقى احنا دلوقتي نقول ايه الفرق بين القناه القديمه والقناه الجديده. هو مفيش قناه قديمه ولا قناه جديده، هي قناه واحده، قناه السويس، بتبتدي من عند بورسعيد شمالا على البحر المتوسط، والسويس جنوبا على البحر الاحمر، بطول 193 كيلومتر. اللي حصل انت عملت تفريعه للقناه بطول 72 كيلومتر. التفريعه دي حضرتك اللي بتختزل الوقت في فكرتين اتنين، هي دي اللي بتصل ال8 ساعات. في فكرتين اتنين، انت ممكن فكره ان انت بتوجه السفن توجيه مباشر اللي هي الضخمه، وان انت بتختصر وقت، بتبقى بتدي مساحه ان انت ايه في العرض، وبتزود عدد السفن المره، او في فكره ثانيه وارده، ودي ان شاء الله انا شايف انها تطرح، ان بتتاخد لانشات سريعه بتفرغ بها الشحنات وتطلعها في الغطس بره المياه الدوليه، وديت هتبقى مفيده للملاحه المصريه ومفيده للشحن والتفريغ. يمكن انت حتى لو بتتابع البورصه هتلاقي ان الورق بتاع البورصه كله ولع اليومين دول على حس الموضوع ده، لان الناس ديت ما بتهرجش، بتوع البورصه بالذات وما لهمش دعوه سوري في الكلمه، لهم دراساتهم، دراسات اقتصاديه بحته ما لهاش اي علاقه بالسياسه. خلينا نتكلم في البعد السياسي. لو تذكر ويمكن انا الراجل ده انا بحبه حب شخصي، وزي بقيه المصريين، الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر لما جه يبني السد العالي، واتحدت قوى العالم على كسر انف مصر ورفضت تمويل السد العالي. فانت كان لازم تثبت ان بالفعل انت استقليت، ولازم تتخذ قرارات سياديه في الدوله توحي باستقلاليه مصر. طب انا عايز فلوس امول بناء السد العالي، البنك الدولي رفض، يا فرنسا يا انجلترا مفيش، ما كانت لسه امريكا بتحبو وعايزه توجد لها شكل في الخريطه السياسيه الدوليه، وكمان روسيا بدات تظهر في الافق بس ظهرت لاحقا. ايه اللي حصل؟ جه اخونا جمال عبد الناصر، ومن الامس باليوم ليس ببعيد، وهذا الرجل فيه الكثير والكثير من جمال عبد الناصر. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفق في الشكل، ولكن هو عبد الفتاح السيسي، لان انا سمعت يمكن ياسر زكي كان بيتكلم، ياسر رزق كان بيقول كلام لطيف قوي امبارح، قال لك هو في كاريزمة جمال عبد الناصر وفي ذكاء ومكر انور السادات. والسادات طبعا كان يحاك له في يعني طبعا رجل يعني مفكر، ويمكن احنا كسياسيين بنحب السادات لان السادات ليه كتابات وليه افكار، وكان رجل صحفي وفي الاول يعني في المقام الاول، وكان هو رئيس مجلس اداره الجمهوريه، فاحنا كنا بنحب السادات ده حب شخصي يعني، مفيش حد ما بيحبش السادات. وهؤلاء رؤساء مصر الافاضل اللي احنا بنشرف ان هم من دماء مصر. صحيح. ايه اللي حصل؟ ان انت لما جيت اعلنت تاميم قناه السويس، وكان هنا يمكن احنا بندي رساله للعالم برضو باستقلاليه مصر في اتخاذ القرار. في بيان 3/7
لاول مره في العصر الحديث من 35 سنه زايد بيه تاخد قرار سيادي في الدوله بدون اخبار المخابرات الامريكيه او بدون ابلاغ السلطات الامريكيه بهذا القرار. انت طلعت البيان بتاع 3/7 اللي قاله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وامريكا لا تعلم عنه اي شيء. هنا اللي عمل تأميم قناة السويس وخد قرار سيادي ولم تعلم عنه قوى الغرب كان جمال عبد الناصر. القرارين فيهم اعلان سيادة واستقلالية تم في اتخاذ القرار. احنا بنتكلم بقى دلوقتي حضرتك مش في البوليتيكال ايكونوميك بقى الاقتصاد السياسي، لا احنا بنتكلم في حاجه ايه يعني سياسه دوليه بحته بقى. احنا لما بنتكلم احنا كلنا كسياسيين بنتفق ان الملف الخارجي في السياسه الخارجيه في مصر بيدار بشكل اكسلنت. بالفعل عبد الفتاح السيسي بيدير السياسه الخارجيه في مصر بمهاره وحرفيه. ممكن انا بحيي من هنا الوزير سامح شكري. بالفعل هم بيعزفوا منظومه في الدقه والبلاغه. فلما جه هو خد قرار قال البيان بتاع 3/7 كان لازم يعطل ده في حضرتك ايه. كل واحد احنا قلنا السياسه والاقتصاد مترادفين لكلمه واحده طبعا. احنا كلنا عايزين عيش وحريه وعداله اجتماعيه، لكن ايه اللي بيفارقني عنك يا زايد بيه؟ انت رجل يمين او انا رجل يساري في المعالجه الاقتصاديه للافكار السياسيه. اول قرار اقتصادي سياسي خده السيسي بتاع تفريعه قناه السويس. قناه السويس. ولما يجي يقول لك 3 سنين والراجل يقول لا وباموال مصريه وباموال يعني طلبوا 60 مليار برافو جمعوا 64 مليار. برافو عليك برافو عليك. مفيش اي اموال. لا بص بقى دي نقطه مهمه جدا. انت بتتكلم في مشروع ليه بعد وطني وامني. طبعا ما ينفعش تملك قناه السويس بشكل من الاشكال لاي جهات خارجيه مصريه. فلما انت طرحت الاسهم زي ما حضرتك قلت يا زايد بيه ولميت ال4 مليار اللي هم تكاليف الحفر، دي كانت اسهم مصريه من بين فئات 10 و20 و100 و200. وده بالفعل كانت السبب الرئيسي ان انت بتخلي هو قال لك ال100 مليار اللي يجي يستثمر على راسنا، لكن تمليك قناه السويس لن تملك الا المصريين. فهنا انت اديت رسالتين للعالم. انت بتؤيد قرار تأميم قناه السويس بتاع اخونا جمال عبد الناصر وبتجدد البيعه في استقلال واستقلاليه مصر من خلال هذا المشروع. وبالفعل هو المشروع اللي التف عليه كل المصريين زي ما حضرتك قلت في بدايه برنامج سيادتك. احنا كنا طوقين لفرحه جميله تجمعنا. احنا مشتاقين لكلمه تهنئه ان احنا نهني بعض. بالفعل احنا محطنا انظار العالم كلها ان انت بتنجز ده. واللي ادهى من كده كمان ان بقول لك ان الراجل كمان في حاجه يمكن محدش بياخد باله منها. في نص كيلو متر بيترصفوا دلوقتي وبيتمدوا في ربوع مصر. ده اللي بيعيد الاعمار مصر من شكل تاني، وبالفعل بيعيد تنميه مصر وبناء حضاره مستقبليه. انا